السلام عليكم الشيرات، كي راكم دايرين؟ غايه ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وسلامه يا رب العالمين. مرحبا بكم في قناتي، قناه وصفات بنت الحاجه. اليوم ان شاء الله الشيرات جيت نبارطاجي معكم هذا الجواز تاع الشوفلير بالبطاطا والدجاج. يجي بنين وسهل وينفع لفصل الشتاء. هيا معايا نشوفوا لي زانغريديون، طريقه التحضير، ونبداو على بركه الله. بسم الله. بون شيرات، هنا عندي راس كبير تاع الشوفلير، غسلته مليح ودرته يغلي في الماء والملح لمده 15 دقيقه. عندي زوج فلالي صغيرين هكا، دجاجات صغيرين تانيك شوتهم وحكيتهم بالملح وغسلتهم مليح. عندي شويه قزبر، عندي غرفيه صغيره تاع الحمص. عندي تانيك حبه بصل كبيره قطعتها كيما مكعبات، وزوج حبات ثوم ربيتهم. عندي مغرفه كبيره ونص تاع طوماطيش تاع القوطي. بالنسبه لي زيبيس، عندي شويه راس الحانوت، شويه قرفه، شويه لي زيبيس تاع الدجاج، شويه كيري وشويه كركم. نروحوا الشيرات في طاجين ولا في قدره. هنا عندي مغرفه كبيره تاع سمن، غادي نزيد لها الشيرات شويه تاع زيت نورمال ولا زيت المائده ولا زيت نباتي، كل واحد كيفاش يقول له. كي يذوب هذاك السمن غادي ندير الدجاج تاعي نقليه مليح مليح على الجهتين. ومن بعد الشيرات هنا كي نقلي الدجاج تاعي مليح مليح غادي نزيد لها البصل، هذاك الحبه تاع البصل وزوج حبات تاع الثوم اللي ربيتهم كما قلت لكم. فوالا، غادي تاني كنقليهم مليح مليح في رحبه. هنا غادي نغطي عليهم باش داك البصل تاعنا يدبل لنا مليح. من بعد غادي نروح نزيد هذيك مغرف ونص تاع طوماطيش تاع القوطي. فوالا الشيرات هنا نقليهم مليح مليح. هنا طوماطيش تاع القوطي بالنسبه للمبتدئات يقلوها مليح مليح باسكو الطوماطيش كما تقلش تقعد حامضه. من بعد غادي نزيدو لي زيبيس، المرقه تجينا حامضه. وهنا غادي نزيدو القزبر تاعنا تانيك. ايوا، غادي هنايا نقلوهم مليح مليح المرقه هكا باه تجينا بنينه، لازم تقلوها. بالنسبه للدجاج الشيرات، هنا كانوا عندي هاد الفلال الصغيرين. هنا درت الحرور الشيرات باش ما ننساش، الساعه ما حطيتها لكمش مع لي زيبيس. بالنسبه قلت لكم للدجاج، انا درت هادو الفلال الصغيرين، نتوما ديروا الفخاد تقدروا ما ديروش، ديروا لي بوله تاع الفيوندا كل واحد ومقدوره. فوالا البنات، هنا غادي نمرق بالماء. هنا غادي ندير غير شويه تاع الماء، ومن بعد غادي ندير الملح، ومن بعد غادي نزيد نكمل الماء تاعي. هنا الماء درته دافي. انا ملي تعلمت الطيب تعلمت كما نقولوا احنا نطيب بالماء دافي باه الماكله ما تجيش زعما صامته هكا، تعلمت وما نعرفت. فوالا شير كما راكم تشوفوا هنايا درت الماء تاعي، غادي نغطي عليها ونخليها. هنا بدات تغلي. كما تعرفوا الدجاج ما يشدش الطياب، هنا شته طابلي غادي نقلعه نديره في بلا باش نديره يتحمر شويه في الكوشه. ومن بعد غادي نجيب مقله وندير فيها الزيت يحمى، وغادي نقلي فيها البطاطا بعد ما قطعتها كيما هكا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا الشيرات. غادي نقليها ومن بعد نروح نجيب الحمص تاعي. انا الحمص دائما نديره كما نقولوا حنا نص طياب، نجيبه نشمخه ونطيبه نص طيب ونديره في الكونجيلاتور، وما نسحق نجبد عفوا. غادي نقلي البطاطا تاعي كما راكم تشوفوا. من بعدين الشيرات نكمل دي البطاطا كاع، وفي نفس ذاك الزيت غادي نجيب الحبات تاع البيض، غادي نجيب شويه تاع الحرور، شويه تاع فلفل احمر والملح، نخلطهم مليح دوك الثلاثه تاع الحبات تاع البيض، ونبدا نغطس فيه هذاك الشوفلير ونقلي فيه في الزيت. بالنسبه كما نقولوا حنا لا كولور تاع الشوفلير البنات، هنا تقدروا ديروا كيما تبغوا، تخلوها زعما كيما هاك، تبغوا ديروها بيان دوغي، كل وحده وكيفاش يعني الطياب كل وحده والذوق تاعها. انا نقسم الفكره معكم وصاي. فوالا شيت هنا نقلب فيه كما راكم تشوفوا باش يتحمر لي من جميع كما نقولوا احنا الجوانب. وغادي هنا كما نقولوا احنا نكمل الشوفلير تاعي. فوالا الشيرات هنا نقلب فيه ونشوف اللي طاب غادي نقلعه، ومن بعد غادي نكمله. وهنا المرقه تاعي طابت والبطاطا تاعي قليتها، والدجاج راه في الكوشه باش زعما ما بغيتش نقلعها من الكوشه باش ما يلخرليش يبردش. غادي نوجد البلا ونوريه لكم. فوالا الشيرات، ها هو البلا تاعنا. شوفوا كي جا الله يبارك، جاي شهي، جا علامه ما نحكي لكمش على البنه والذوق. بالنسبه للملح الشيرات ديروا اتونسيون باسكو غادي من نملحوا البطاطا والجواز والشوفلير
غير بشويه الملح. فوالا الشيرات شوفوا الله يبارك جا علامه شهيتكم في الجنه، واللي راهي متوحمه تسمح لي. فوالا البنات انا كون صدت كون ناكلو كاع في رحبه، بصح الله غالب كيما نقولوا. فوالا الشيرات ها هو جا علامه ما نحكي لكمش على البنه. انا زدت معاه درت شويه تاع السلطه طوماطيش وشويه تاع بيطراف، وهذوك الدويرات هكا كما قلنا هذوك يتباعوا كيما هكا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الشيرات وتجربوه ان شاء الله، وطلبوا ربي وندعوا ربي لاخواتنا المغاربه، ربي يشفي الجرحى ويرحم الموتى ان شاء الله البنات. وان شاء الله نتلاقاو في وصفه القادمه، ونلقاكم بخير على خير. تهلاو لي في رواحكم بزاف بزاف، والسلام عليكم.